الرجالة اللي بتطلع تسرق الغلة من على المراية، تقعد تنقي الغلة وتسيب السلاحين. كمل معايا الفيديو وهعرفك تمسكهم ازاي. السلام عليكم اخواتي وحبايبي. طلعت صيد جديدة وزي ما اتعودنا الموسم ده اول كل طلع الصيد نرد على اخ من اخواتنا وحبايبنا عنده مشكلة في صيد الغلة. ان شاء الله النهاردة هنرد على اخونا وحبيبنا وعلى 100% من صيادين مصر مشكلة صيد الغلة الكبرى اللي كله بيعاني منها. ايه هي؟ ان السمكة تطلع تنقي المراية تاكل الغلة وسايبة السنين، ما تاكلش الغلة اللي في الصنارة وتقعد تاكل الغلة اللي على المراية. تبقى انت قاعد شايفها عمالة بتنقي الغلة وسايبة السلاح. مشكلة اللي كل الصيادين عليها اجماع، كله بيعاني منها. طيب المشكلة دي ليها حلين. مع خبرتي انا بقى في صيد الغله، انتوا عارفين ما بصطادش بولت غير غله. ليها حلين مالهمش تالت من وجهه نظري يعني. سمكه الغله لو انت فهمتها هتعرف ازاي تاخدها. سمكه الغله سمكه جبانه جدا، بتبقى طالعه على الجرف، بتطلع تسرق تحت رجلك، فهي واقفه خايفه مش واخده الامان. انت لو فهمت الدنيا دايره معاها ازاي هتعرف تاخدها. فهي طالعه خايفه، فهي واقفه ملقلقه. فمع الوقت انت بتصطاد هي تبقى شايفه الخيط والصناره. فانت عشان خاطر تاخد السمكه دي لازم تعمل حاجه مهمه. ايه هي؟ طول ما انت قاعد بتصطاد لازم ترمي غله في قلب الدور. معظم الصيادين يطلعوا يقولوا حل المشكله دي ان انت تعمل ايه؟ تخفف المرايه عشان خاطر السمكه ما تلاقيش غير السنارتين بتوعك وتروح جايه واخداهم، وده غلط تماما. هتعمل كده برضه مش هتاكل معاك. الحل في ايه بقى؟ الحل ان انت طول ما انت قاعد ايدك في الغله. بمعنى ايه؟ بص الغله انا جنب مني كده اهو. طول ما انا قاعد بص كده يا محمد اهو، شويه غله هات كده الدور يا محمد وترمي في قلب الدور. طول ما انت قاعد كده، طول ما انت قاعد كل ما ترمي الريشه ما توقفش ايدك. طول ما انت قاعد ارمي غله. طيب ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي السمك يا جماعه مع الوقت، خصوصا في الدور بتاعنا لو انت عارف باستمرار في سمك كبير وانت بتصطاد هتشوف الكلام اللي انا بقول لك عليه ده. طول ما انت هترمي شويه الغله هتلاقي السمك طالع ايه؟ طالع يقابلهم. ايه اللي هيحصل؟ اول حاجه كميه السمك في الدور هتزيد، فالسمك هيبقى واقف تحت كله عمال بياكل. فهنا اصبح في ايه؟ في امان. السمكه واقفه كله بياكل، هتلاقيهم عمالين بيجروا، يقعدوا يجروا ياخدوا الغله. بقى في ايه؟ امان. مش هيركز مع الخيط ولا الصناره، هيبقى كل اللي شايفه قدام منه الغليتين، عايز يلحق ياخدهم. فهنا طول ما انت قاعد بتصطاد بتاخد سمك، ما تاخدش سمك ما توقفش. كل دقيقتين ثلاثه ارمي كده اهو 7 8 حبايات. ما تقولش السمكه هتاكل الغله اللي بترميها وتسيب الصنارتين، لا، هتيجي هتصادف وهتلاقي الكلام اللي انا بقوله لك وانت بتصطاد، تيجي قبل ما الغليتين يريحوا على الارض هتلاقي السمكه واخداهم. ليه؟ لان هي اتعودت عايزه تلحق. في كميه سمك كبيره تحت متعوده، السمكتين بيجروا تلاقي السمك عمال بيجري عايز يلحقهم. وتيجي على المرايه، هتبقى انت وانت قاعد بتصطاد هتشوف الكلام ده بعينك. هتيجي هتلاقي المرايه عماله بتطلع ايه؟ تراب. في فرق عمال السمك عمال بيخبط ياخد من المرايه. هتلاقي السمكه عماله ايه؟ عامله عفره على المرايه. هنا عمالين ايه؟ بيجروا، اخطف واجري اخطف واجري. هنا تعمل ايه؟ تشتغل على المرايه، تشتغل على عراق قصير. هتاخد السمك اللي عمال بينقي ده ايه؟ من على المرايه. فكلمه السر ارمي غله على طول باستمرار. خدها من اخوك بقى صياد غله، ما بصطادش غير غله. طول ما انت قاعد ايدك في جردل الغله بتاخد سمك، ما بتاخدش سمك اقعد كده ايه؟ طول ما انا قاعد كده اهو، طول ما انا قاعد هتيجي تبص مع علفه الدور، هتيجي ترمي الحبيتين هتلاقي السمك بقى طالع على وش الميه عمال بيقابل، وسمك كبير مش سمك صغير. هتيجي وانت بتصطاد تلاقيه بيتعفر على المرايه
اعرف ان السمك عمال ايه بيخطف من على المرايه، ارمي له تاني وارمي على عيار قصير قدام المرايه. دي اول طريقه عشان تاخد ايه السمكه تخش على السنارتين. تاني طريقه ودي اللي انا بشتغل بيها بقالي سنتين ثلاثه وبتنجز معايا وبتمسكني سمك، الطريقه اللي احنا بنصطاد بيها لطش. يبقى السمك اللي بيطلع يسرق في المرايه وسايب السنارتين ده حله ملوش حل تاني. الحل الاولاني زي ما انا قلت لك طول ما انت قاعد ارمي غله، والحل التاني اشتغل عليه لطش بالطريقه بتاعتنا. اللي مش متابعنا من السنه اللي فاتت واللي قبلها يخش يشوف الفيديوهات، وان شاء الله باذن الله بدأ يخش معانا الطلعه اللي فاتت على المرايه. ان شاء الله النهارده ربنا كرم السمك لو حضر على المرايه زي ما كنت شايف الطلعه اللي فاتت. انا جبت معايا الحامل ان شاء الله برضو ايه زياده في المتعه نصوره على المباشر والجو اللي اخواتنا وحبايبنا بيحبوه. فشوف ان شاء الله هعمل لك برضو فيديو بالتفصيل بطريقه الصيد بتاعتنا، تشتغل عليه لطش وتشتغل عليه زي ما قلت لك. ان شاء الله اعمل زي ما بقول لك وربنا هيكرمك وهتمسك السمك ده بكل سهوله. وان شاء الله مكملين. اي حد من اخواتنا وحبايبنا عنده مشكله يكتب لنا في التعليقات وباذن الله نرد عليه. في حاجه ربنا كرمنا بيها ان شاء الله نصورها في اخر الفيديو. ما شاء الله سبحان الله. كنت لسه بقول الفيديو اللي فات الطلعه اللي فاتت على امتى ترد على السمكه. والله سبحانك يا رب. بص جايه لطشه زي ما قلت بالظبط. اول ما الريشه همست رحت جايه رادت جبتها لطش. الحركه دي كان الخيط على ظهر السمكه. اول ما الريشه تتحرك ترد على طول. ما شاء الله خنيني وجمال. بسم الله تعالى. بسم الله ما شاء الله. تعالى هتروح فين من عنك؟ تعالى ما شاء الله. تعالى غزال ما شاء الله. عنكب ما بيهزرش. بسم الله تعالى. تعالى يا عم هتخنني ما شاء الله. ما شاء الله هتخنني ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. عنكب وجماله ربنا ما يحرمنا منه. بس معلش بقى البطارية بعافية شوية ما جبتوش هو في المية. ما شاء الله السمك يخش على المراية شليت يا عنكب. طلع العنكب الغالي وموته ضرب. ما شاء الله. بسم الله تعالى يا حلو. بسم الله ما شاء الله. تعالى رايح فين؟ بسم الله ما شاء الله. تعالى انت واكل شليت. ما شاء الله عنكب وجماله. ولا يقعد ينقي المراية ولا يطلع يشتغلونا ولاد اللذين دول. علق عنكب وموتهم ضرب. بسم الله تعالى. بسم الله الله أكبر. وحش حرام والله. بسم الله بسم الله. تعالى يا صريح. تعالى يا صريح. ما شاء الله عنكب. صدق البتاع فلس معلش نصيب فيه. ما شاء الله تبارك الرحمن. دي بقى الادمان. ما شاء الله. ايه يا عم ده؟ ايه يا عم ده؟ ما شاء الله. ده امانه زعلت انه ما جبتوش على المباشر تحت. اثبت يخرب بيت فقرك. يا نهار ابيض. ما شاء الله احجام الغله. ما شاء الله تبارك الرحمن. عنكب ربنا ما يحرمنيش منه. بص الجمال. بسم الله تعالى. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر. ما شاء الله عليك ذكر. بسم الله ما شاء الله. ذكر عدلتي تمام. بسم الله ما شاء الله. تعالى عنكب مش هيحلك. ما شاء الله الرجاله اهي يطلعوا ينقوا ويعملوا مفتحين علينا. يقعدوا يشتغلونا. شغل عنكب موتهم ضرب. ما شاء الله. بس يا عنكب ده سفاح ما بيهزرش. ما شاء الله ابو جمال. ما شاء الله عنكب السفاح.